أهلا بكم من جديد أيضا، وبعد زيارة ضباط عن وزارات الداخلية الخليجية لليمن يوم أمس، تجددت شائعات اليوم حول تأجيل البطولة العشرين التي تقام في اليمن الشهر الجاري. وتناقلت وسائل إعلام لا تستند إلى مصادر رسمية أن الضباط الزائرين أوصوا في تقريرهم الأمني إلى أن البعثات الخليجية من الأفضل ألا تذهب إلى اليمن، وأن من الحكمة أن تؤجل البطولة إلى وقت لاحق. كان من المفترض أن يكون معنا وزير الرياضة والشباب اليمني حمود عباد، ولكنه استدعي على نحو عاجل إلى وزارة الدفاع اليمنية، وهو كان يجلس في الاستوديو العربية هناك في عدن، لكنه استدعي على نحو عاجل. يلتحق بنا الآن عبر الهاتف أيضا معين السواري مراسل العربية. معين، أهلا بك معنا بعد أن كان على الكرسي سيظهر معنا مباشرة من اليمن، استدعي على نحو عاجل إلى وزارة الدفاع. هل يمكن أن نربط بين استدعاء وزير الرياضة والشباب اليمني يعني استدعائه العاجل الآن وبين تقرير الضباط الخليجيين الذين زاروا اليمن أمس؟ هناك أي علاقة؟ مساء الخير بسال. لا اعتقد ان هناك اي علاقه. طبعا كنا رتبنا مع معالي وزير الشباب والرياضه حمود عباد ورئيس اللجنه المنظمه للبطوله للظهور على الشاشه العربيه، لكن قبل موعد البرنامج بدقائق وصلنا معلومات بانه في اجتماع مع معالي وزير الدفاع. ربما لا يوجد اي رابط بين الموضوعين اعتقد، لانه هنا لا يوجد قلق ربما من زياره اللجنه الامنيه. حاولنا ان نتواصل اليوم مع مسؤولين في اتحاد الكره اليمني، استبعدوا الربط بين زياره اللجنه الامنيه الخليجيه وطرح موضوع التاجيل، لان التوقيت الان اصبح توقيت بعيد ربما عن طرح اي احتمالات اخرى. لم يتوقع على بطولة أسبوعين، غالبية الفرق. طيب معين، نهائيا. نعم معين، يعني الضباط الخليجيين ما زالوا في عدن؟ نعم، اليوم كان لهم زيارات للمنشآت الرياضية والمنشآت اللوائية، وكان لهم اجتماعات مع القادة الأمنيين في عدن، وطلعوا على الخطة الأمنية. طبعا صرح أن من مصدر في الاتحاد اليومي لكرة القدم أن هذه الزيارة لمجرد الاطلاع على ما حدث أو ما تم في أرض الواقع. طيب. طبعا ربما سيرفعون تقرير، طبعا ليس بيدهم أي قرار، إنما سيرفعون تقرير وتوصية ويتم اتخاذ أي قرار. طيب معين يعني الشائعات نقلت يعني بعض وسائل الإعلام غير رسمية، أقول على الدول الخليج الثمانية أو السبع، يعني اليمن خارج هذه الشائعات، يعني قالت بأنه تقرير الضباط الخليجيين الزائرين من وزارات الداخلية الخليجية أن التقرير كتب فيه ما معناه مع تغير المفردات لا بد أن تؤجل البطولة، لا تذهبوا إلى اليمن. هل هذا صحيح؟ لديك أي أنباء حول ذلك، أي تأكيدات أو نفي؟ طبعا الزياره اليوم هي كانت محاطه بسريه تامه، لم يسمح طبعا للاعلاميين بمرافقه اللجنه او تغطيه زيارتها، وحسب ما افاد مصدر في اتحاد الكره ان هذا بناء على طلب اللجنه نفسها. طبعا اعتقد انه من الصعب ان يفتح شيء عن اجتماعات اللجنه او عن توصياتها او بهذه السرعه، لان اللجنه اليوم كانت في زياره للمنشات الرياضيه وطلعت على الخطه الامنيه من القاده الامنيين في عدن، لكن اعتقد انه ليس بهذه السرعه قد ترفع تقريرها او توصياتها النهائيه، وانا اعتقد ان الموضوع سيتم بهذه السرعه. طيب، هل يمكن ان يكون تقرير معلن معين ام تقرير سري؟ هل يعني سيفصح عنه لوسائل الاعلام غدا بعد مغادره الضباط الخليجيين؟ ويفترض اعتقد انه اذا كان التقرير في مصلحه تاكيد اقامه البطوله في اليمن، وان الامور الامنيه مرتبه بشكل جيد ولا يوجد اي قلق، فربما سيتحول موضوع الزياره الى مجرد زياره للاطمئنان او تفقد الجاهزيه الامنيه اليمنيه، لكن ربما اذا كانت التوصيه بعيده عن الارتباط بتاجيل البطوله او نقلها، فاكيد ان هذا القرار اذا ما اتخذ فيما بعد سيكون مضاعفات كبير طبعا وسيتم تداوله بشكل كبير. نعم. من موقع الحدث معين، أنت ما هي توقعاتك، تحليلاتك الشخصية؟ أتكلم عن تحليلات وفق ما تشاهد أنت في مسرح الأحداث. طبعا وصلنا اليوم الى عدن، في منافذ المدينه لاحظنا اجراءات امنيه مشدده، احتياطات امنيه كبيره في المدينه. يبدو ان اللجنه الامنيه تقوم بعملها الان، تعمل بالطاقه القصوى، تبدو انها مستعده
الكل هنا يعمل باستعداد بكامل الاستعداد لاستضافه البطوله، لا يبدو ان هناك اي نيه لمجرد حتى التنبؤ او التفهم بان البطوله ربما سيكون لها مصير غير مصير اقامتها في عدن خلال الايام القليله القادمه. العمل هنا يسير على قدم وساق على اساس ان البطوله ما زالت قائمه في عدن، وانه سيتم تنظيم البطوله في الموعد المحدد ستنطلق في 22 من نوفمبر. نعم. المنتخب اليمني يجري استعداداته، اللجان الامنيه تباشر اعمالها، لا يوجد اي قلق ربما حسب ما لم يفهم المسؤولين الامنيين والمسؤولين الرياضيين، هنا لا يوجد قلق. جميل. وما زالت التاكيدات كامله ان البطوله ما زالت قائمه في اليمن حتى الان. جميل، شكرا جزيلا معين السواري مراسل العربيه في صنعاء، ولكنه الآن في عدن في زيارة إعلامية للجنة أو مع اللجنة الأمنية